تعرف مين اللي كسبان في موجة البراندات دي كلها؟ هي البيزنسز اللي بتخدم عليهم، وهقول لك ازاي. لو خدت بالك كل يوم بنلاقي كلوزنج براند جديد وبراند برفيومز جديد ومطعم وكافيه جديد، كل دول بيتنافسوا على المنتج النهائي اللي هو قطعة الملابس وازازة العطر وكوباية القهوة. بس لو رجعت خطوة لورا وجيت فكرت، هو المنتج النهائي عشان يطلع بصورته النهائية هيعدي على كام مرحلة؟ براند الملابس مثلا محتاج سبلاير للقماش، وحد يصنع له، وحد يعمل له باكجينج، وحد بيعمل الاستيكرات والكروت، وشركة عشان تشحن المنتج، وهكذا. شايف بقى كل الاطراف اللي في السلسلة دي البراندات ما تقدرش تستغنى عنها، فبالتالي هي من الاطراف الاكثر ربحيه من زحمه المنافسه. واجمد حاجه كشخص انت شغال بي تو بي وفي نص السلسله، ان البراندات هي اللي بتسوق لك بشكل غير مباشر. ازاي؟ هقول لك ازاي. البراند كده كده بيماركت لنفسه عشان يبيع، فهتجيله اوردرات، فهيحتاج يصنع اكتر ويعمل باكجينج اكتر ويطبع استيكرات اكتر ويشحن اكتر، فالبراند بيسوق لنفسه وفي نفس الوقت بيضخ فلوس في السلسله كلها. فبدل ما تشوف ايه المنتج اللي هتنافس فيه، شوف ايه المراحل اللي لازم تعدي عليها عشان المنتج النهائي ده يطلع من الاساس. دي مثلا سلسله مبسطه لتصنيع البرفيومز، عاوزك تمسك المرحله الالزاميه والمتكرره مع كل اوردر من المنتج النهائي، يعني الحاجه اللي لازم تحصل وهتتكرر مع كل اوردر. يعني مثلا في حته الادوات دي، في ادوات بيشتريها صاحب البراند مره واحده، زي الميكسر اللي بيخلط بيه النوتات العطريه. هو مش بيشتري ميكسر لكل برفيوم بينتجه، هو بيشتري واحد بس بيستخدمه لمده طويله، فده كده مش معانا. شوف حاجه بتتكرر عشان يبقى عندك ريتينر بشكل شهري وكاش فلو مستدام، زي مثلا الزيوت العطريه او الازايز او مستلزمات الباكجينج. عندك مثلا براند رابر رول اللي متخصصين في ورق التغليف وكانوا طالعين في شارك تانك، نباتات فارم وده سبلاير للخضار لبراندات كتير مشهوره، ستيكا واللي متخصصين في الستيكرز. ومش لازم يكون في فيزيكال برودكت او مواد خام، ممكن في الخدمات اللي بتحتاجها البراندات باستمرار، زي الكاستمر سيرفيس، زي مثلا شركه دايرا سولوشنز اللي بتقدم خدمات اوت سورسنج للبراندات. في بقى نقطه، وان اي براند عاوز يماكسمايز البروفيت بتاعه، وواحده من الطرق اللي هو بيستخدمها ان هو يقلل الاكسبنسز او المصاريف، فانت هتبقى في منافسه سعريه مع البيزنسز التانيه اللي بتقدم نفس اللي بتقدمه. وعشان تطلع بره المنافسه دي لازم تفهم ان في ثلاث عناصر اساسيه: السعر والسرعه والكواليتي. فلو انت مش عايز تبقى في منافسه السعر، زود من الاثنين التانيين، زي ان الكواليتي تبقى عاليه وعندك كنترول عليها، مش كل مره اتعامل معاك الاقي ان الكواليتي بتاعتك مختلفه عن اللي قبليها، زائد كمان التعامل معاك يبقى مريح ويعتمد عليك بجد. فباختصار، شوف المنافسه على انهي منتج، تتبع السلسله اللي وراه، اختار المرحله اللي لازم تحصل وبتتكرر، ونافس على الكواليتي والسرعه وانه يعتمد عليك.